الاهلي بطل السوبر المصري على حساب نادي الزمالك. بصراحه انا ما كنتش متوقع ان الاهلي هيأدي بالشكل ده قدام نادي الزمالك، وده طبعا بسبب الاداء الكارثي اللي قدمه النادي الاهلي امام نادي الزمالك في كاس السوبر الافريقي. ومش بس ماتش كاس السوبر الافريقي قدام الزمالك، لا كمان الماتش اللي لعبه قدام سيراميكا كليوباترا. اداء كارثي حرفيا لاخر ماتشين الاهلي لعبهم، سواء كان امام الزمالك او امام سيراميكا كليوباترا. كنت متوقع ان الاهلي هيلعب النهارده باداء كارثي عن الماتشين اللي قبله، لكن الاهلي فاجئنا النهارده ولعب الشوط الاول قدام النادي الزمالك ولا اروع من كده. الشوط الثاني كان فيه تكافؤ، والشوط الثالث والرابع كان حقيقي لصالح الاهلي. الاهلي ضيع هجمات كتير، زي ما تقول قول عد زي ما انت عايز. الاهلي كان ممكن ما يوصلش البلنتيات ويكسب الماتش اصلا وهو مرتاح، لكن طبعا في حاجه ناقصه في لاعيبه النادي الاهلي، وهي التواصل قدام مرمى نادي الزمالك. وبغض النظر عن ان الزمالك فاز باللقب او الزمالك اتهزم، فالماتش كان ماتش عالمي وكان فيه كوره جميله جدا. وانا من زمان ما شفتش اصلا ماتش بين الاهلي والزمالك بالحلاوه دي. اعتقد ان الاهلي كان محتاج البطوله دي في بدايه الموسم، وعلى الرغم ان الاهلي فاز بالبطوله لكن لسه بيعاني من اللياقه البدنيه، ودي بقى مشكله الجهاز الفني اللي تقريبا اصلا مش شايف حاجه زي كده. على العموم الف مبروك لنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك اللي لسه فاز علينا في كاس السوبر الافريقي. واحب اقول حاجه كده اوضحها، ان فريق زي النادي الاهلي محتاج منافس زي نادي الزمالك، وفريق زي نادي الزمالك محتاج اكيد منافس زي النادي الاهلي. والطبيعي ان اكبر فريقين في افريقيا لازم يفوزوا على بعض في البطولات، يعني بطوله عند الزمالك مره وبطوله عند الاهلي مره، عشان ما يبقاش في خلل في التوازن. وسلام.